مساء الخير للكل، شلونكم؟ أول شي حبيت أرحب بالمشتركين الجدد وأقولهم نورتوني وكل الهلا بيكم بقناتي، وأرحب بالمشتركين القديمين هماتين خافوا يزعلون. فيديو اليوم راح أعلمكم خلخال القدم شلون نقدر نسويه، اللي هو هذا بنات. طبعا أني فقط هذا اللي تعلمته من اليوتيوب من وحدة مصرية أذكر العام أو أول العام، والباقيات ذني الديزاينات كلهن من أفكاري وتصميمي أنا. بنات أنا كنت أشتغل أعمال يدوية وهماتين أبيع أشكال أعمال يدوية، مو فقط يعني إكسسوارات، بس حاليا تركت هذا الشي لأن مالي خلق وأحس بيه تعب هواي. أول شي قبل لا أبدي بس حبيت أوضح لكم عن فقرة فيديو اللي نشرته قبل هذا الفيديو، ما أعرف يمتى راح ينزلكم هذا الفيديو، اليوم أو باكر، بس الفيديو اللي نشرته مال الجولة بالأحذية والجنط، وذكرت لكم المكان وين وذكرت لكم الأسعار مال الأحذية والجنط. فزوجي نبهني على شي، قال لي إنه هسه راح يعتقدون إنه أنت جاي تسوين إعلانات، يعني تسوين إعلان للمحل، وهسه يعتقدون إنه أنت جاي تاخذين فلوس، يعني منعتهم هماتين ينطوك فلوس على هذا الإعلان. فبنات أني لا جاي أسوي الإعلان ولا أخذ فلوس من أي مكان إنه أروح له وأصور له، وأنا يعني مو أصور إليه، أنا أصور إلكم حتى أراويكم أنتم وهماتين عمود قناتي، وهذا الشيء أنا أحبه. بس لأن دائما البنات يعني من أنشر وأطلع المكان دائما يسألوني العنوان وين، هذا المكان وين، أسعاره شنو، فأنا حاولت إنه أختصره لكم بالفيديو وأذكر لكم المكان وأذكر لكم الأسعار هماتين. ليش هماتين؟ يعني يظلون أظل أرد على كل التعليقات، فقلت أختصره لكم. فزوجي نبهنا على هذا الشيء، قال إنه وضحي للبنات خاف يعتقدن هيج. فأنا بنات من أروح يعني أخذ إذن منه إنه حتى أصور، وأصور فقط، لا أسوي الإعلان ولا أخذ فلوس من أي أحد. بس حبيت أوضح عن هاي الفقرة. أول شيء هسه راح أشرح لكم عليهن وشلون سويتهن. راح أسويهن جزئين، يعني 2 فيديوهات، هذا واحد وواحد ثاني، لأن حتى ما يصير عليكم طويل، لأن أعرف يعني ما تحبون الفيديو الطويل. فأول شي راح أشرح لكم عنهن، وبالفيديو الثاني راح أعلمكم الطريقة شلون تسوون. طبعا ما راح أعلمكم على كل الديزاينات لأن هواي وأشكال هواي، راح أحاول أسوي لكم نوعين سواء منهن أو غير أفكار، ما أعرف يعني إيش راح أسوي. هسه أول شي عندي هذا يصير هيك شكله، بس خليه أوخرن حتى يصير أوضح. هذا منا يدخل الإصبع الوسط، ومنا أنا مخليت له لؤلؤ أبيض منا، ومنا حلقات تبدي من حلقة صغيرة وأكبر أكبر منها، وبالنهاية حطت له منها هم هيك حلقة كبيرة مسويت له وزنجيل، وهذا القفل ينسد. طبعا ذن صورهن قدامكم حتى يكون أوضح عندكم. هذا مسوي من عنده 2، يعني على الرجلين 2 هن. اكو مرات بنات يطلبون مني اسوي لهم واحد يعني على رجل وحدة، يعني حسب ما هي شو تحب، تلبس 2 أو 1، فاني اسوي. ثاني شي عندي هذا الديزاين، هماتين هاي منا الإصبع يدخل، ومنا أنا لؤلؤ حاطت له، ومنا هماتين هذا قصب ناعم يصير مو نمنم، وهذا السير مالته هماتين حاطت له لؤلؤ، وبالنهاية هذا القفل. طبعا الصور قدامكم حتى يكون واضح. وهذا غير ديزاين من أنا حطت له، هاي كان عندي سوار هيج قديم وبعد ما استخدمه بألوان، فأخذت من عنده ذني، خربته وأخذت من عنده واستخدمتهن هنا. هذا طعمته أبيض وأحمر مثل ما تشوفون، وهنا هماتين حاطة لؤلؤ يكون لونه أحمر، ومسويته هذا من هيج الديزاين مالته، وبالنهاية هذا السير.
هماتين مسوية. هذا وردي نفس الأول اللي راوتكم إياه بس بشوية اختلاف. حاطة من هنا لؤلؤة كبيرة وردي، ومن هنا لؤلؤ فاتح يكون صغار، وما مسوية من هنا السير مالته، ما مسويته حلقات مثل ذاك الأول حلقات. هذا مسويته لا مجرد هيج، حاطة لؤلؤة وهيج، وحاطة بيه زنجيل من النهاية والقفل مالته ذني الاثنين. وهذا البنفسجي هماتين نفس الديزاين مالته بس شوية باختلاف. الاختلاف انه من هنا مسويته حلقتين السير مالته، ومن هنا هم يكون هيك اثنين. يعني شوفوا الاختلاف بينهن، انه هذا هيك مسويته، هذا لا يختلف هيك مسويته فقط، والاول مسويته لا هيك حلقات كبيرة. شوفوا هذا الاختلاف اللي بينهن. عندي هذا يكون هيك الديزاين مالته ناعم، منها هماتين هاي الحلقة اللي يدخل بها الإصبع، أو منها هم حلقة هيك صغيرة تصير، حطيت لها من هنا لؤلؤ وطعمته لؤلؤ عسلي وبيجي أو جوزي، هذا هيك يعني يكون فاتح وغامق، وسويته بهذا الشكل. ومن هنا هذا السير مالته. وهذا الأزرق يكون هيك شكله، هم هذا الإصبع من هنا يدخل وذني اللؤلؤ، ويكون بيناته من الداخل نمنم، استخدمت إلى نمنم يكون هيك ناعم. وهذا الزنجين مالته هيك يكون. وهذا الأحمر سويته مفرد، ما سويت وياه ثاني، فيكون هيك شكله منه على شكل حلقات، ومن هنا لؤلؤ أحمر استخدمت، ومنها حلقتين وهيك يكون شكله، ومن هنا خليت له قلب أحمر هيك شكله، وهذا القفل. في بنات هاي الأشكال اللي باقية عندي، ذن اللي بقوا عندي، وإن شاء الله انتظروني بالفيديو اللي بعده، راح أعلمكم الطريقة شلون تسووهن إذا حبيتوهن. وإذا حبيتوا قناتي لا تنسون تشتركون بالقناة وتفعلون زر الجرس حتى كل ما أنزل فيديو يجيكم إشعار من القناة، ولا تنسون اللايك. وشكرا لكم، مع السلامة.